تخيل الجن سرقوا هذا الكتاب، بس ليش؟ شمس المعارف الكبرى واحد من أخطر الكتب بتاريخ العالم الإسلامي، 577 صفحة كلها بلاوي، بيها طلاسم وبيها شغلات تخلي العقل يوقف. مؤلف الكتاب أحمد البوني رجل متصوف اعتزل العالم وقضى سنين بكهوف وبراري، ويقولون إنه يخاطب الجن وإنه هم علموه علم الفلك والأسرار الغيبية. أول ظهور للمخطوطة بين 1679 و 1688، وانتشرت نسخة مطبوعة منه سنة 1985، وصار مادة دسمة للناس اللي تحب القوارض. شبيه يحتوي على 40 فصل أغلبها طلاسم وأوفاق وأشكال هندسية للسحر وتعويذات تحكي عن الحروف والأبراج وخصائص الآيات وحتى خلوات الاعتكاف. بس الصدمة بالفصل السابع مكتوب عليه الأسماء التي كان النبي عيسى يحيي بها الأموات. غريب. والغرابة مو بس هنا، البوني ربط بين العناصر الأربعة، الماء والهواء والنار والتراب، وهي الأخلاط الأربعة اللي بجسم الإنسان، وقال هي هاي البوابة لدخول العالم الجان. الكتاب يحكي عن ملوك الجن وتوابعهم، وكل واحد بيهم إلا يوم وكوكب وتعويذة، ومنهم كائنات غريبة مثل زنقط يتجسد على هيئة قط، ونائله ذات الشعور المائلة مخلوق مغلف بالشعر، وعزازير ولازم يكون نجس حتى تستدعيه. والبوني ذاكر هواي بعد، بس أنا اعطيتك المفيد صديقي، وكل واحد منهم إلا طلسم خاص بيه وطريقة استدعاء محددة. بس نرجع لسؤالنا، ليش اختفى الكتاب؟ وليش الجن سرقوه؟ والموجود لا شنو هذا؟ اكو 3 نظريات. الاولى دفن مع البوني حتى ما حد يوصل له. الثانية حرق المسلمون بعد ما سبب حالات جنون. 3 الجن نفسهم سرقوه لان الكتاب يحتوي على اسرار ممكن تسيطر عليهم. كل الطرق توصلك شيء واحد، ماكو نسخة أصلية. وإذا بيوم من الأيام تشوف الكتاب وغلافه أحمر ومكتوب عليه شمس المعارف، لا تفتحه يا صديقي، افتح برنامج القصخون.